تبدو هذه السيارة غريبة ومثيرة للدهشة والاستغراب، فكل من يشاهدها يدرك للوهلة الأولى هذه الحقيقة. يعمل مالك السيارة في إحدى الورشات الفنية بمديرية بعدان بمحافظة إب، وبإمكانياته المحدودة تمكن من تحويلها إلى هذا الشكل. بتعديلها يعني بأشياء، يعني مثلا دركسون هواء، كفرات عريضة، تصميم شطرطون الجنب هذا اللصقة، قصة ومسوي غمارتين، ويعني أشياء كثيرة ما أقدر الحين الآن. العقد اللي فوق، التلوين البو. إضافات متعددة وتحسينات أضافها عبد الله محسن الخولاني لسيارته، أهمها وجود هذا المولد الكهربائي للهواء، والذي يعمل على تعبئة الإطارات عند فراغها، كما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي. بالوصف سيد الملاح حتى عاد روحي وككاد. عاد عبد الله محسن من المملكة العربية السعودية بعد أن كان مغتربا فيها، ليجد نفسه منهمكا في إجراء هذه الإضافات على السيارات القديمة، وتحمل الرقم 01 في إشارة إلى طموحات عبد الله بتحويل المزيد من السيارات القديمة إلى حديثة. توفيق الله سبحانه وتعالى. يعني أنا كنت مغترب بالسعودية، وتم ترحيلي من السعودية، يعني على أساس أن أنا شغال إيش بمدينة غير مدينة الكفيل، تمام. ولما جيت لهنا يعني شفت إيش أسوي، شفت السيارة هذه الصالون قديم موديل 72، وقمت بتعديلها يعني بأشياء. يثبت العقل اليمني قدرته على ابتكار كل ما هو جديد، ويعول المبدع عبد الله حسن الخولاني على الحكومة والجهات المعنية دعمه ورعايته من أجل تقديم الأفضل. هشام هادي لبرنامج أضواء سهيل، مديرية بعدان، محافظة إب.